السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ وحشني من الفيديو اللي فات للفيديو ده. بحبكم بحبكم. النهارده هنعمل يوم ايه؟ فكرة بقى جميلة جدا. فكرة التحدي بدون فلوس. يعني ايه يا ماما لومي فكرة التحدي بدون فلوس؟ النهارده انا قمت، بصي هقول ان انا مش هعمل اكل. طب هتعملي منين يا ماما؟ طيب انا مش هصرف ولا مليم. طب هتصرفي ايه امال هناكل ايه؟ انا دلوقتي، صلوا على سيدنا محمد، انا دلوقتي يوم التحدي ده ايه؟ ويا ريت الكل يعملها ويقول لي لا اصل انا ما بحبش الاكل البايت، اصل انا مش عارف ايه. لا، اليوم التحدي ده هتسخني الاكل وتعملي جنبه اي حاجه تحييه، هتخلي الاكل طعمه جميل جدا وتحفه، وتوفير لك انت ولعيالك لما بعد، عشان الحاجه دي سند بعد ربنا ليكي ولولادك، او ليكي انت لو انت كبيره، ليكي انت بعد عمر طويل. الحاجه دي الفلوس اللي انت هتحوشيها دي سند ليك انت. تمام، صلوا على سيدنا محمد. انا النهارده قمت من النوم وقلت انا مش هصرف ولا مليم. طب هاكل ايه؟ طب هنجيب ايه؟ ما هو انا بقى مش ايه، مش ولا هدور في بواقي البيت وفي ادور في الترب ولا الحاجات دي، ولا اعمل، لا هصرف ولا مليم ولا عايزه اطبخ. امال هناكل ايه؟ نفسنا؟ هناكل تراب يا ماما لومي؟ لا. ما هو انت شاطره بقى وذكيه من اول. ليه؟ لان انا كنت بقول يا ولاد خلي بالكوا تعملوا الاكل، واللي يفيد تشيليه في التلاجة، تشيليه في الفريزر، في علبه حلوه كده وتشيليه في الفريزر. فاض منك شويه مسقعه، فاض منك شويه محشي، فاض منك شويه بقيت بطاطس مكرونه بشاميل، فاض منك بقيت صينيه بطاطس، فاض منك شويه بتنجان، فاض منك اي، تخيلي اي اكل، شويه رز بسمتي مثلا من اللي انت كنت عاملاها مثلا كبسه قبل كده، كل ده هطلعه وهقوم مسخناه. هعمل جنبه بقى ايه؟ شويه سلطه مثلا، يعني مثلا لو عندك فراخ او عندك بانيه او عندك لحمه، قومي مطلعاها واعمليها. لو ما عندكيش والكل هياكل من الاكل ده بسم الله ما شاء الله، سخني المحشي بقى. انت عارفه طبعا بتسخني المحشي ازاي؟ بتحطيه على حله في قلب، في مصفى، اللي ما عندهمش الحله بتاعت الكسكسي والكلام ده، حله وعليها مصفى، وتحطي المحشي وتغطيه وتوطي عليه النار. اول ما يغلي توطي عليه النار، هتبص تلاقيه طالع زي الفل. انا واحده من الناس بحب المحشي على فكره يا ولاد، بحب المحشي بحمره. اللي زي كده يكتب لي في الكومنتات انا زيك يا ماما لومي، بحب المحشي او محمره في حته سمنه كده وباكله، بيبقى تحفه يا ولاد. وبعمله كمان ايه، والله العظيم ما تصدقوا، يخرب بيت الروجين، بقوم حاطاه في سندوتش في عيش وبقوم واكلاه. هو ده التوفير اللي على اصله، هو ده التوفير والله العظيم يا ولاد. انا كنت زمان ويعني دلوقتي ساعات مش ما اضحكش عليكم، اقوم عامله سندوتش مكرونه، اقوم عامله سندوتش الكشري، واعمل سندوتش المحشي، وكنت اكل، وكان بيبقى طعمه جميل جدا جدا جدا، جنبيه عودين جرجير، والله العظيم والاكل بيبقى طعمه زي العسل. فانا طلع حته المكرونه بشاميل. لو انت ما بتعمليش كده اعملي بقى كده، حطي حته مكرونه بشاميل في قلب علبه وشيليها، شويه مسقعه مثلا وشيليهم فاضوا، شويه رز بسمتي شيليهم، شويه محشي زي ما بقول لك كده شيليهم، وتقومي مطلعه في اليوم ده، وما تعمليش اكل ولا تتعبي نفسك، واقعدوا كلوا من الاكل ده كله. حتى لو فاض منك حته فرخه، حتتين بانيه معمولين، شيليهم برضو اللي فيهم في الاسترتش كده، وتشيليهم في التلاجة، تطلعيهم في قلب الميكروويف او في قلب الفرن وتسخنيهم، بيبقى طعمهم زي العسل جنب الاكل. هو ده اليوم التوفير اللي انا مش هعمل فيه، لا هصرف ولا هطبخ ولا ههلك نفسي، لا ههلك جيبي من المصاريف ولا ههلك نفسي ولا جسمي ولا اقف في المطبخ، ولا هقف في المطبخ بس مجرد تسخين الحاجه بس. هو ده يوم التوفير. بقول لكم الفكره دي ويا رب تعملوها، فكره من الافكار بتاعه التوفير والتدبير، صدقوني هتوفر معاكم كتير جدا جدا جدا. هي فكره بسيطه وسهله، واللي حابب يعملها يعملها على عيني وراسي، واللي مش حابب يعملها ما يخشش يتكلم ويقول لي انت باكي اكل، انا ولادي ما بياكلوش كذا. يا حبيبتي على قدك اكليهم. في ناس بتستمنى الاكل البايت ده وياكلوه، في ناس بتبقى على قدها وبياكلوا الاكل البايت ده ويسخنوه ياكلوه ويحمدوا ربنا. كل واحد على قده، كل واحد على قد حاله، وربنا يعين كل واحد على شيلته. دي كانت فكره النهارده، ويا ريت تعملوها ويا ريت توفروا منها. يعني مثلا لو انا بصرف مثلا ولو باخد مصروفي 200 جنيه، انا لو طلعت الحاجات دي من البواقي ال 200 جنيه دول هيتشالوا. انا اتحديت، ده يوم التحدي، التحدي والتوفير النهارده.
ده يوم التحدي والتوفير. بحبكم في الله يا ولاد. ما هو يوم التحدي ده والتوفير مش ليا انا بس، ده ليكوا انتوا. ما هو انا لما اعمل كده هوفر، هو ده التوفير، هو ده اللي انا هعرف اشيل واحوش منه. ما انت لو عرفتي تعملي كده هتحوشي. يعني مثلا ايه، انا عملت الاكلات والحاجات دي طلعتها من البيت وعملتها. طب ما انا يا ماما لومي، طب ما انا هتخلص برضو كل اسبوع كده، ولا هو بس يوم في الشهر؟ لا، انت يوم ما كنت عامله وجبات وشايلاها تقومي عامله يوم التوفير ده. يعني كل مره مثلا انا عملت الاسبوع ده اهو وشلت، طب انا الاسبوع الجاي ده عملت برضو كده، شلت من كل الاكلات اللي انا عملتها، وليكن مره كشري، وليكن مثلا مره بصاره، وليكن مثلا مره مسقعه. مش لازم يكون مثلا الاكلات فيها خضار وطبيخ وكده. هقوم برضو عامله يوم في اخر الاسبوع وجايبه اليوم اللي هو ده التحدي، وحاطه الاكل ده وحاطينه وجنبيه اي حاجه تانية، شويه سلطه، بتنجان، مخلل، فلفل، اي حاجه. هقلي فلفلتين كده واحط عليهم توم وخل، هقلي بتنجان واحط عليها واعملها بالدقه والتوم كده، واقوم عاملاها وحبه طحينه كده على فوق الوش، وهتتاكل جميله جدا. كل الاكل ده هينفع. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام يا حبيبي رسول الله. ما هو انت لو ما عملتيش كده مش هتحوشي، لو ما عملتيش كده في ظل الظروف اللي هي الصعبه دي مش هتحوشي. ليه؟ لانك انت عايزه تاكلي وتشربي وتقولي الفلوس ما كفتش يا ابو فلان، طب انا اعمل ايه؟ لا، ده انا لازم اقف جنبه. ما انا مش شاطره في اي مشروع اعمله. لا، دام انت مش شاطره في اي مشروع تعمليه، حاولي تدبري من الناحيه دي. ما هو انت تدبري من اي طريق، حاولي ان انت تتشقلبي توفري علشان الراجل الشقيان ده، وتقومي عامله كده. على الاقل تجيبي تشيلي حق الدروس، تشيلي مثلا معاه حق، مثلا تجيبي هدمه للبنت، جزمه، كوتشي، مثلا اجيب اي حاجه عايزه احوش عندهم. والحمد لله جوزي موفر لهم كل حاجه. اشيل، اجيب ذهب، اشيل حاجه للزمن، اجيب حاجه عشان بنتي ربنا ييسر لها الحال باذن الله، وربنا يكرمها لما تتخطب، ابقى قاعده مش شايله همها. بنتي عايزه جزمه، عايزه بتاع دوت شنطه، عايزه دريس، عايزه سوت، عايزه. البنات بتحب تلبس وتعمل، والصبيان برضو والشباب اسم الله ربنا يخلي. فانا اخلي بالي من نقطه زي دي. فلازم تعملي المره دي في الشهر مره او مرتين حتى، او كل اسبوع مره. فيها ايه؟ ما هو اكل برضه هيتاكل. يعني اخر الاسبوع كل يوم اخر الاسبوع هنلم الاكل ده، وليكن يوم السبت مثلا، بلاش الجمعه. الجمعه احتفالا بالراجل صاحب البيت، قاعدين بنحتفل مع بعض وهنقوم عاملين الاكل ده. تمام، هو ده الاكل اللي انت هتوفريه، وهي دي الفلوس اللي انت هتوفريه. اليوم اللي انت هتصرفي فيه 200 او 300 جنيه ده اشيله. شلته، شلته يا ماما لوم ايه يعني؟ لا، حتى لو هتشتري عيش بس، هتشتري عيش من بره وهتشتري المخلل او البتنجان المخلل او القوطه او الطماطم او الخيار، هو ده اللي انت هتعمليه. او شويه جرجير جنب الاكل، الحبشتكنات، او مثلا زي ما قلت فلفل الرومي تعمليه جنب الاكل كده، بيدي اكل وطعم حلو. اقول لكم كمان على حاجه تانية يا ولاد من ضمن التوفير، البتنجان المحمر لو انت حمرتيه وعملتي شويه سلطه جنبه وعملتيه سندوتشات للعيال كده، يا جماله يا جماله يا جماله. يلا بس ما تنسيش تحط لايك انت وهي. بحبكم في الله.